نبدأ بقى ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نعمل مع بعض خلطة المحشي. ايوه انا قاعدة في البلكونة. ليه قاعدة في البلكونة بقى؟ لان الجو حر جدا في المطبخ. لو انت بقى عندك بوتاجاز زي ده كده حطيه في البلكونة واعملي اكلك، مش هتحسي باي تعب خالص. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. ودايما واحنا واقفين كده نعمل الاكل نسمي بالله ونصلي على الرسول عشان الاكل يطلع من ايدينا زي السكر. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى واجمل خلطه محشي بجد. هتعملي محشي بتنجان، كوسه، فلفل، محشي كرنب، محشي ورق عنب. هي الخلطه هتعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي. يلا مع بعض بقى نعملها سوا. هتحطي الماده الدهنيه بتاعتك. طب انت عايزه تنزلي بزيت بس ماشي، عايزه تنزلي بزيت وسمنه مفيش مشكله، عايزه تعملي الخلطه بسمنه بس برده مفيش مشكله، بس هو الصح سمنه وزيت. بسم الله. نبدا بقى ان احنا ننزل بالبصل اهو زي ما انتم شايفين كده. البصل ياخد معايا لون. اول ما ياخد معايا لون هبتدي ان انا انزل كمان بالثوم اللي انا فرموه. هتعمليه ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، هتجيبي الثوم وهتجيبي الهون وهتبتدي ان انت تدقي الثوم طبعا في الهون اهو عادي جدا، ولا كبه ولا اي حاجه. خلاص كده عملنا كمان الثوم في الهون، بس البصل ياخد معانا لون وهنبتدي كمان اللي احنا ننزل بقى بايه؟ بالثوم. بصوا اهو نفس الشكل ده. في اللحظه دي بقى هنزل كمان بايه؟ بفلفل اخضر. الفلفل بقى السبايسي اللي هيديله طعم حلو قوي ونفس جميل قوي للمحشي. بصوا اهو، بصوا بقى الفلفل. ولسه كمان بقى ننزل بالتوابل. بالنسبه للتوابل هتحطي خلطه المحشي وملح وفلفل اسود وبابريكا اهو. يبقى احنا كده نزلنا كمان بالزيت ونزلنا بالسمنه، وابتديت كمان اللي انا نزلت زي ما انتم شايفين بالبصل هياخد معايا لون، والبصل بيتحمر هنبتدي ان احنا ننزل بالفلفل متقطع قطع صغير ياخد بقى معايا لون وارجع لكم. وزي ما انتم شايفين بقى البصل كمان خد معايا لون اهو كده، وهبتدي كمان اللي انا انزل بقى بالثوم اللي احنا دقيناه مع بعض. بسم الله. الثوم بقى انزلي، خدي يا هنا دخلي ده جوه. هتنزلي بقى بالثوم هتلاقي نفس الخلطه كده بقى في حته تانيه. بصوا اهو البصل بقى مع الثوم مع الفلفل الاخضر حاجه كده زي السكر. هتخلي خلطه المحشي معاكي زي ما بقولك في حته تانيه خالص. بصوا بقى يا نهار ابيض، ريحته هتوصل معاكي لاخر الشارع. بصوا بقى الجمال. يبقى نزلنا بالبصل ونزلنا بالفلفل، ويكون فلفل سبايسي كمان هيبقى حلو قوي، يدي طعم للمحشي حلو جدا. طبعا عشان ولادك حطي فلفل عادي. خلاص هنبتدي كمان اللي احنا ننزل بقى بالثوم اللي احنا دقيناه مع بعض، وانزلي بقى بالقوطه. طب بالنسبه للقوطه هتضربيها في الخلاط ومش هتصفيها. قوطه المحشي ما بتتصفوش، بتتحط كده زي ما هي. بصوا اهو بسم الله زي ما انتم شايفين كده. اول بقى ما البصل والثوم خد معايا لون ابتديت كمان اللي انا نزلت بقى بالقوطه. القوطه اللي انت هتضربيها في الخلاط بس ما تصفيهاش، لان قوطه المحشي مش بتتصفى، بتتحط زي ما هي كده. وانزلي بقى معلقتين 3 من الصلصه. ولما تنزلي كمان بالصلصه لازم تكون المعلقه، يعني دي المعلقه اللي انا قلبت بيها، ما ينفعش عشان برطمان الصلصه يقعد معاكي مده طويله. لازم تكون المعلقه ناشفه ناشفه خالص، وتبتدي اللي انت تاخدي من الصلصه. هننزل اهو معلقتين بقى 3 كده من الصلصه عشان نعزز لون القوطه اهو زي ما انتم شايفين كده. ونبتدي بقى اللي احنا ننزل بالتوابل. ننزل بقى بالتوابل. التوابل عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، وكمان بهارات المحشي. بهارات المحشي هتجيبيها منين؟ هتجيبيها من عند اي عطار. خلاص هننزل بقى بالتوابل كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى كمان بمكعب كده من المرقه. عايزه تضيفيه ماشي، مش عايزه تضيفيه براحتك جدا، بس بيخلي طعم الخلطه حلو جدا. وخلاص كده اهو زي ما انتم شايفين. نزلنا بالقوطه معلقتين 3 من الصلصه، نزلنا بالتوابل. هنقفل بقى عليها ونسيبها بقى تتسبك لحد طبعا ما تغسلي بقى الخضره بتاعتك، وكمان تحضري بقى الرز.
وخلاص على كده. سهله وسريعه ومفيش حاجه تاخد معاكي وقت خالص. الست مننا لما تخش المطبخ بتعمل احلى حاجه للولاد. بصوا بقى هنقفل بقى كده عليها عشان ايه؟ عشان تتسبك. هنغطيها بقى زي ما انتم شايفين كده عشان تتسبك. اول كمان ما تتسبك اكون انا كمان غسلت الخضره. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، الخضره اول ما تجيبيها ما ينفعش طبعا تقطعيها بعد كده تغسليها، لا لازم تتغسل الاول كويس جدا وتتنقع كمان في طبق غويط، ونبتدي بعد كده اللي احنا نقطعها. نسيب بقى الخلطه زي ما انتم شايفين كده تتسبك. وتعالوا بقى كمان نقطع بقى الورق. طبعا سلقناه، هتجيبي حله على النار، هتبتدي اللي انت طبعا تحطي فيها كمون، وهنسيبها طبعا لحد ما الميه تغلي، ونبتدي ان احنا ننزل بالورق. نديله كمان تقلبتين على الناحيتين، ونبتدي ان احنا بقى نطلعه في مصفى، وهيبقى جاهز معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هنبتدي بقى ان احنا نقطع بقى الورق. بسم الله ما شاء الله. محشي الكرنب هو انت بتستصعبيه ليه؟ اصلا مفيش حاجه صعبه والله، كله سهل وكله ايه يخلص معانا بسرعه كده، لان احنا ستات بيوت شاطرين. لما بنخش المطبخ بنعمل احسن حاجه للولاد، وبنخلص الحاجه بكل سهوله وما تاخدش معانا اي وقت خالص. نقطع بقى الورق زي ما انتم شايفين كده. على ما الخلطه تتسبك اكون كمان قطعت بقى الورق كده في السريع. ليه بقى بعمله ورق كده؟ لان طبعا باخد ورقه ورقه احشيها فما تاخدش معايا اي وقت خالص. لكن طبعا بعد ما اعمل الخلطه وابتدي ان انا امسك ورقه ورقه اقطعها وابتدي ان انا احشي هتاخد معايا مده اطول. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده هبتدي كمان اللي انا اقطع بقى الورق، ونرجع كمان مع بعض ونحط بقى الخضره ونحط كمان الرز. وطبعا الورق الاخضر لوحده، لان انا برص من تحت في الحله من تحت كده الورق الاخضر، والورق الابيض لوحده. ما انت بتعملي بقى صفوف فتبقي عارفه ده ورق اخضر خلاص هسيبه لوحده، ده ورق طبعا ابيض هسيبه برده لوحده لان بيبقى على وش الحله كده. لكن الاخضر ده ببتدي كمان اللي انا ارصه كده من تحت اهو زي ما انتم شايفين بعمله اهو ورق. احنا بنعشق حاجه اسمها محشي، فتلاقوني اللي انا بعمله على طول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. يا سيدي على ريحه الخلطه وهي كمان بتتسبك بجد يا سيدي، ريحتها في حته تانيه خالص. وابتديت كمان ان انا بقطع الورقه، بس انا مش قادره اوصف لكم ريحه الخلطه عامله ازاي بجد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده زي السكر. اكيد شجعتك ان انت تجيبي كرنبايه حلوه وتحشيها كده وتعمليها للولاد. ايوه كده، وسويها بقى معلقه سمنه بلدي كده من على الوش وكليها سخنه. ما حلاوه محشي الكرنب لما يكون سخن، صح ولا لا؟
بقى هي كده خلاص قربت تتسبك. طب انا هعمل ايه؟ هجيب طبق واشيل شويه من الصلصه دي. ليه بقى؟ عشان احطهم كده على وش طبعا المحشي بعد طبعا ما الفه. يعني انت هتحطيه على وش الحله كده وانت خلاص بتسوي، هتخلي المحشي معاكي احمر وحلو قوي. هشيل بقى شويه كده من الصلصه دي عشان نحطهم كمان على وش طبعا حله المحشي بعد ما نحشيها. احط بقى الرز كده عشان اروح بقى اغسله، وابتدي كمان ايه اللي انا احطه بقى على الصلصه عشان يتشرب كده بقى من الصلصه ويبقى حلو قوي معايا. امسكي كده. وطبعا خدنا بقى شويه اهو من الصلصه دي في طبق عشان نحطها كمان على وش طبعا حله المحشي بعد طبعا ما نحشيها. هتبقى حلوه قوي، تخلي معاكي الصوابع كده حمراء وحلوه جدا. او شويه اهو من الصلصه تحطيهم في طبق قبل ما تحطي الخضره والرز. واخد بقى الرز كده واروح كمان اغسله بقى وابتدي كمان اللي انا ارجع له. في اللحظه دي طبعا خدت الرز بقى وغسلته وابتدي كمان اللي انا انزل بيه. بصوا بقى عشان يتشرب كده من الصلصه. هتحطي الرز قبل كمان الخضره يا اسماء. حطي الرز قبل الخضره اهو. في اللحظه دي بقى ابتديت كمان اللي انا نزلت بالرز. شايفين مع الصلصه بقى ياخد بس كده ايه عشان كمان الرز يشرب كده من الصلصه. وبعد كده هبتدي اللي انا انزل بقى بالخضره، شبت وبقدونس وكزبره. طب انت عايزه تستغني عن حاجه منهم مفيش مشكله، بس انا بحط التلاته. بصوا بقى ننزل بقى بالخضره اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. بصوا في اللحظه دي هاخد الحله بقى وانزل بيها من على النار. خلاص كده انا مش محتاجه بقى النار في حاجه اهو. شويه الصلصه كمان اللي احنا شلناهم هنبتدي اللي احنا ناخد كده شويه ونحطهم كمان على وش بقى الحله اهو. بصوا اهو بس كده اهي. بصوا الخلطه عامله ازاي يا سيدي، بجد يا سيدي. بصوا الجمال. بصوا بقى خلطه المحشي. بصوا بقى خلطه المحشي خلاص كده خلصت معايا وبقت جاهزه كمان معايا اللي انا احشي بقى المحشي على طول. بصوا الجمال. شايفين الخلطه حمراء وحلوه ازاي يا سيدي، بجد في حته تانيه خالص. بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لما تيجي بقى تعملي خلطه المحشي وتبتدي كمان ان انت تعملي بقى المحشي صفوف بنفس الشكل ده، اقعدي بقى كده في البلكونه احشي. ما تجيش طبعا على نفسك، يعني ما تقفيش بقى في المطبخ وتبتدي كمان ان انت بقى تحشي كده حله المحشي. لا اقعدي كده افرشي حاجه كده في الصاله وانت بتتفرجي كمان على التلفزيون. تبتدي كمان ان انت بقى تحشي كده الحله بتاعتك. صدقيني الحاجه كده اعمليها بروقان هتفرق معاكي جدا. هتلاقي نفسك خلصتي كل حاجه والحاجه ما خدتش اي وقت خالص، وتلاقي نفسك كده ان انت رايقه وبسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يخليكي كده دايما لبيتك، امين يا رب العالمين. نبتدي بقى اللي احنا كده نحشي بقى حله المحشي ونخلصها على طول. وعلى فكره بقى انا سريعه جدا جدا في كمان لف المحشي، ما بياخدش معايا اي وقت خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. نبتدي بقى اللي احنا كده نحشي بقى الحله بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تبقى معانا زي العسل اهو. بصوا الخلطه بقى حمراء، واحنا كمان شلنا بقى شويه كده من الصلصه عشان اول ما نحشي حله المحشي طبعا هنبتدي اللي احنا نحط كمان من الصلصه دي على وش كمان الحله عشان لما يجي بقى يستوي يبقى احمر كده ويبقى جميل.
خلاص كده حشيت طبعا الحله زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وابتديت كمان اللي انا هحشي الحله الثانيه عشان طبعا اسيبها بقى لتاني يوم. ودايما وانت واقفه في المطبخ كده هتعملي اكل، اعملي اكل يومين وريحي كده دماغك، لان الجو حر جدا والمطبخ طبعا حر جدا جدا. المهم طبعا اهو شلنا طبعا الصلصه اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. هنبتدي ان احنا ننزل كده على شويه بقى بالصلصه كده على الوش. وابتدي كمان اللي انا انزل بقى بمعلقتين كده من السمنه البلدي. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده خلاص كده اقوم بقى خلاص كمان اللحمه بقى على النار والشوربه كمان بتغلي. لازم تنزلي بالشوربه وهي بتغلي، ونحط بقى الشوربه كمان ونبتدي بقى اللي احنا نسقي بقى الحله بتاعتنا. وخلاص على كده وهتستوي معانا وهتبقى زي العسل. ولازم زي ما بقولك الشوربه تكون بتغلي وكمان ملحها مظبوط. دوقي كده ملحها يكون كمان ملحها مظبوط عشان الحله تطلع معاكي كمان، المحشي كمان يطلع معاكي زي العسل. والصلصه اللي احنا حاطيناها على الوش دي كمان هتدي لون حلو قوي قوي للمحشي، والسمنه البلدي هتدي له طعم خطير. يلا كمان نقوم بقى نسوي كده الحله بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وارجع لكم كمان واحنا بنحمر بقى اللحمه واحنا كمان بنغرف بقى السلطه. وقلت لكم فاضل شويه السلطه وكمان اللحمه نحمرها اهو زي ما انتم شايفين. عملنا بقى السلطه، حطينا التوابل، حطينا كمان مكعبات بقى من التلج زي ما انتم شايفين كده. بجد بجد اكله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبالف هنا وشفا على الولاد. بصوا بقى الجمال، ايه رايكم؟ ولا بقى اللحمه وهي بتتحمر. بص يا سيدي بجد يا سيدي، رشه ملح وفلفل اسود كده وخلاص بقى يبقى اتعملت معايا اللحمه اهي اتحمرت وكمان السلطه اتعملت. وتعالوا بقى مع بعض نغرف بقى مع بعض كده المحشي ونقول يا سيدي على الجميع. حطي بقى اللحمه كده في صينيه المحشي بعد ما تغرفيها، ومعلقتين السمنه البلدي كمان اللي انت محمره فيهم اللحمه حطيهم كده على وش بقى المحشي. ويا سلام بجد بجد حاجه كده زي العسل. ريحه اكل كده هتجيب معاكي لاخر الشارع لما طبعا تعملي الاكل كده بحب. ثواني بصوا ايه رايكم بقى؟ بصوا بقى اللحمه وهي بتتحمر بمعلقتين السمنه البلدي حلوه قوي قوي. تعالوا كمان بقى نحط اللحمه كده بقى على وش المحشي. بصوا يا سيدي بجد يا سيدي، بصوا الجمال بقى اهو. بصوا صباع المحشي اصلا عامل ازاي. بصوا بجد التصوير ظلمه، والله التصوير ظلمه. شايفين بقى عملنا الاكل ما خدش معانا اي وقت خالص، سهل سريع حلو قوي قوي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبالف هنا وشفا على الولاد، ربنا يا رب يخليهم ويحميهم ويبارك فيهم، امين يا رب العالمين. بصوا بقى نزلت كمان باللحمه ازاي، وانزلي بقى بمعلقتين السمنه البلدي اللي انت كمان عامله بيها بنفس الشكل ده. بصوا اهو، بصوا على الوش كده، ايوه هو ده الكلام بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى ايه رايكم في الصينيه الخطيره قوي دي؟ بصوا الجمال، بصوا بقى شايفين ايه رايكم؟ بصوا الجمال بجد بجد بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده تفتح النفس، ولا كمان بقى مع شويه السلطه الحلوين دول. بصوا بقى مع شويه السلطه الحلوين دول اقوم بقى اغرف بقى للولاد بقيه الاكل. اكلي ولادك وشبعيهم، وربنا يا رب يخليكي كده دايما ليهم، امين يا رب العالمين. عملنا الاكل ما خدش معانا اي وقت خالص، صدقيني الاكل مش هياخد معاكي اي وقت ابدا. سمي بالله وصلي على الرسول واعملي لاولادك احسن حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.